مش كل اللي بنشوفه مجرد آراء أو محتوى عادي. في نوع من المحتوى بيتبني على فهم عميق لنفسية الجمهور واستغلالها. بعض صناع المحتوى مش بس بيقدموا رأي، لكن بيديروا مشاعر الناس زي ما حد بيدير حملة إعلانية. الشخص ده بيكون فاهم كويس إن المشاهد مش دايما بيدور على الحقيقة، لكن بيدور على الإحساس. إحساس إنه مع الحق، إحساس إنه جزء من قضية، أو حتى إحساس الغضب والانتصار. هنا بيبدأ اللعب. في البداية بيختار قضية أو موضوع مثير ويقدم نفسه كمدافع شرس عن طرف معين. يستخدم نبرة صوت قوية، كلمات حماسية، ويبدأ يشحن الجمهور عاطفياً. الناس بتتفاعل، بتحس إنها لازم تدعم، وبعضهم بيوصل لمرحلة إنه يدعم مادياً كمان، سواء من خلال مشاهدات، اشتراكات، أو حتى تبرعات مباشرة. لكن اللي ورا الكواليس أحياناً بيكون مختلف تماماً، لأن الهدف الأساسي مش القضية، الهدف هو التفاعل والفلوس. ومع الوقت لو ظهرت مصلحة في الاتجاه العكسي بيبدأ التحول. نفس الشخص اللي كان بيدافع ممكن يهاجم، ونفس الحماس يتوجه لطرف آخر تماما. هنا احنا مش بنتكلم عن تغيير رأي طبيعي، لكن عن إدارة اتجاهات حسب المكسب. الأخطر من كده إن في بعض الحالات بيتم استغلال القضايا الحساسة، قضايا فيها ظالم ومظلوم بشكل واضح جدا زي وضوح الشمس. ومع ذلك ممكن تلاقي صانع محتوى بيختار يدعم الطرف الأقوى، أو يختار يدعم الجاني أو المجرم، مش لأنه مقتنع، لكن لأنه مستفيد. أحيانا بيكون في اتفاقات غير مباشرة أو مصالح بتتبادل، والنتيجة إن الحقيقة نفسها بيتم تزييفها والتلاعب بيها. الشخص ده بيستخدم أسلوب نفسي خطير، يشحن الجمهور ضد طرف، يخلق حالة من الغضب الجماعي، ويخلي الناس تحس إنها بتدافع عن الحق، وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كصوت مؤثر قادر يحرك الرأي العام. وده ممكن يوصل لمرحلة إن يوهم أطراف معينة إن الضغط الجماهيري ممكن يغير الواقع، أو حتى يخفف من المساءلة أو من العقاب. بس الحقيقة إن اللعب بالمشاعر مش هو اللي بيحدد الصح من الغلط، والضغط المبني على معلومات مش مظبوطة ممكن يظلم ناس تانية أكتر بكتير. النقطة المهمة هنا، ليه بعض صناع المحتوى بيعملوا كده؟ لأن التأثير بقى سلعة، وكل ما قدرت تتحكم في مشاعر الناس، إنك تخوفهم، إنك تخليهم غضبانين على الآخر، أو إنهم يتعاطفوا قلوبهم تتقطع، كل ما قدرت تحقق مشاهدات أكتر، وبالتالي أرباح أكتر. فبدل ما المحتوى يبقى وسيلة إنه ينقل الحقيقة، بيتحول لأداة للتأثير، أحياناً على حساب الحقيقة نفسها. المهم المصلحة الشخصية. طيب كمشاهد نعمل إيه؟ أول حاجة، نفصل بين الإحساس والحقيقة. مش كل حاجة خلتك تغضب تبقى صح، ومش كل حد بيتكلم بثقة يبقى صادق. تاني حاجة، نلاحظ التغيرات. يعني إيه؟ يعني هل الشخص ده ثابت؟ ولا كل فترة بيغير اتجاهاته حسب الترند أو المصلحة؟ تالت حاجة، ما نندفعش في الدعم خصوصا المادي، غير لما نكون واثقين إننا بندعم حد عنده مصداقية وقيم واضحة. في النهاية أخطر حاجة مش إن في حد بيحاول يوجهك، لكن إنك تسيب نفسك تتوجه من غير ما تفكر، من غير ما تشعر. لأن الوعي الحقيقي مش بس إنك تسمع، لكن إنك تسأل هو بيقول كده ليه، ولصالح مين، وإيه اللي وراه. كفاية تزييف للحقائق، كفاية تضليل للناس. حملة وعي.